مرت عصور وأزمنة على عبادة الأوثان، ومرت قرون وحضارات على عبادة الفرد، لكن تلك العبادة عادت مع عودة الأنظمة الدكتاتورية قبل نصف قرن، حين امتلأت الشوارع بصور الحاكم المقدس. عجل له خور تنصب قائدا، والسارق الخوان أصبح حارسا، والعالم النحرير بات منسقا، والراقص الديوث صار مدرسا. عجل له خور تنصب قائدا، والسارق الخوان أصبح حارسا، والعالم النحرير بات منسقا، والراقص الديوث صار مدرسا. ومن ارتمى بدمائه متجندلا وأبى غبار الذل أن يتنفس، ذاك الذي سموه محض تهور، لكن من يشري بلاده فارسا. بلدي أردتك حرة تأبي الخنا، بلدي أردتك حرة تأبي الخنا، لكن غيري قد أرادك مومسا. هم شرعوا أبواب مخدعك الذي ما اعتاد يوما أن يكون مدنسا. لكن لماذا إذا كان الملك يريد أن يتكلم معك لماذا لم تذهب وتكلمه؟ لأنه أنا أعرف أن الملك، الحديث إلى الملك يقتضي منك أن تقبل اليد والرجل والكتف إلى أن تسجد وتركع، وأنا غير مستعد لهذا. لعلك لم ترى في التلفزيون المغربي كيف يصلي الناس للملك. هنالك صلاة خاصة في حفلات فيها 6 ركعات يركعون أمام الملك، وأنا لا أكون مستعدا لهذا. فالله يبارك خبر سيدي ويركعون، والناس في لباس أبيض وفي هذا، وعلية القوم الحكام والمفوضون والجيش والكذا، كل الناس يلبسون ذلك اللباس المخزني الرسمي، وكأنهم في محراب. هو يدشن سموه الحديقة الوطنية للحيوانات الجديدة بالرباط، حديقة تمثل أنظمة أيكولوجية على شكل محميات طبيعية تأوي مختلف أصناف الطيور والحيوانات البرية، سواء المحلية منها أو المستوردة، والتي هي في طريقها للانقراض.